هي ليه الكزبرة تتحط في الكبدة والحواوشي بس ومحدش بيحطها في المكرونة؟ ومين قالك إن القرفة بس للحلويات؟ هي موجودة في أكلات اللحوم من زمان قوي. المهم تعرفي الوظيفة بتاعة البهار وبيستخدم في إيه. الكزبرة عندها وظيفة واحدة تعملها بشكل ما يتصدقش بجد، تديك عمق في الطعم، تربط كل النكهات كلها مع بعضها. اللحمة بالدهن بالصلصة بالثوم بالكمون، بتخلي الأكلة مليانة ومتكاملة من غير ما تكون هي الطعم الأساسي ولا تظهر في الأكل. زي الخيط اللي بيربط كل حاجة من غير ما تحس بيه. تعالي نعرف هتستخدميها في ايه. هتستخدميها في الكفتة، في الحواوشي، في الكبدة، اي اكلة فيها لحمة او صلصة. واكيد مش هتستخدميها في المكرونة ولا الحلويات ولا الاكلات خفيفة المذاق. اهم حاجة ان انت تعرفي الفرق ده. لما هتعرفيه اكلك مش هيبقى زي الاول. الكزبرة بتديك الطعم الحرش. احفظي الفيديو دلوقتي هتحتاجيه. ولازم تعرفي استخدامات الكزبرة. عشان الكزبرة تعمل شغلها صح لازم تكون طازة ونقية. كزبرة الطنطي بتقدم لك طعم ما يتنساش، موجودة في باقة التوابل الطبيعية اللي بتكفي شهر بأعلى زيوت عطرية وبسعر بسيط قدام الجودة. اطلبيها دلوقتي توصل لحد باب بيتك. وما تنسيش تعملي لي متابعة عن أحمد شاكر من نوفاتريت، بقدم لك محتوى عن التوابل والمواد الغذائية.